تفضل. الحلم الأول شفت بنت أختي تعطي بنتي عباية. كم عمر بنتك؟ بنتي عمرها 20-21. طيب استمري. الحلم الثاني شفت إن كأني جايني خاطب، والخاطب عطاني بالأول صندوق ما أدري إيش فيه الصندوق، صندوق خشبي صغير، وبعدها عطاني وردة، وبعد الوردة عطاني 20 ريال. وبعدها كذا مشيت وأنا صرت أضحك، يعني إنه كيف يعطيني كذا وأنا أصلاً متزوجة، إني وافقت عليه في الخطبة، إني وافقت عليه وعطاني هذه الهدايا. أيوة. بعدين شفت كأني أنا وأبوي وأخواتي 2 الكبار مجالسين، وأبوي يغني بصوت جميل، ونقعد أنا وأخواتي نناظر بعضنا ونقول يعني إنه نضحك إنه كيف مستغربين إنه كيف أبوي صوته بهذا الجمال، وإنه هو أصلاً مو حافظ الأغنية، إنه يجيب كلمة من هنا وكلمة من هنا. وبعدين قال أنا ما أبغى أغني، أنا أبغى شيء يعني إنه بمعنى معليش بس أنا من زمان ما شفت أبوي. ما يخالف والله، واضح في الرؤية. معلش يعني معلش. إنه في حب الرسول النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا له معلش أنت تنشد أناشيد في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاص انتهى. أنت وين والوالد وين؟ أنا في الخميس مشيت في السعودية وأبوي في سوريا. إيه، لأنه الوالد أول شيء أسأل الله أن يجمعكم في بعض، أسأل الله أن يجمعكم في بعض. الوالد مر خلال الفترة الماضية بلهو، التهى في الحياة جدا، أما إكراها أو برغبته التهى جدا، وهو ما هو براغب، يعني في الواقع ما هو براغب حيل إنه يلتهي، لكن أجبرته معلش يا شيخ، بس أبوي تعبان. أيوة هو تعبان، جته جلطة في الدماغ، فصار شوي يعني لا عاد يعرف يقرأ ولا عاد يعرف يصلي. كم صار للوالد من الجلط؟ الله يشفيه بالعافية. يعني تقريبا صار له يمكن 6 سنوات أو أكثر. لكن كم صار لك أنت مبتعدة عنه؟ كثير يا شيخ، صار لي تقريبا 20 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت لك إنه واضح من الرؤية إنه الوالد ألهته الحياة، وأنتم كذلك، أنتم صار في لهو، لأنه يغني بصوت، وكان يتمنى أنه يردد ترحيب في النبي صلى الله عليه وسلم أو مدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا، كان يغني وهو غير راغب. هذا دليل عنه ألهته الحياة، أبعدتها الحياة عنكم، صار في لهو، صار في بعد، صار في فجوة كبيرة جدا. أما إكراها أو برغبة، ولكن يبدو أنه كان بداية الأمر برغبة ثم صارت إكراها. أنا قلت هذا الكلام قبل لا تقولي أنه تعبان. إكراها، أما إكراها إجبارا من أحد يجبره على أنه يكون في بعد، أو أنه أساسا ما يستطيع يخرج من هذا المكان، أو بحالة مرضية، أو زي ما ذكرت أنت. فهذا الدليل الثاني برضو في المنام بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن كان لكم في العمر بقية، فهذا دليل على أنه بمشيئة الله بيكون في لقاء مع الوالد قريب جدا. فأنا أبغى أحرصك على شغلة ضروري جدا. أنا ما أعرف إيش اللي قاعد يمنع أنت ما تشوفينه 20 سنة، حتى لو كنت بعيدة عنه، الحمد لله طيارة وتروحين، أو تقابلون في أي مدينة أو منطقة بعيدة عن المنطقة اللي فيها إذا كان ما يستطيع الخروج. ضروري جدا تحاولي تتواصلين مع الوالد وتشوفينه، يعني حتى لا تصلين إلى في وقت لا ينفع فيه الندم. أسأل الله أن يحميه إن شاء الله. بالنسبة للبنت اللي عطتها العباية، هذا ستر للبنت، فربما يكون أما خاطب أو وظيفة أو ترزق بمال أو بشيء يستر البنت هذه اللي عمرها 20 سنة بنت. يا شيخ تدرس إن شاء الله يوفقها. نعم، قلت لك أنا هذا ستر البنت، أما بوظيفة أو بزواج إنما راح تستر بالعباية هذه، هذا ستر يغطي البنت، فربما يكون أقرب مالها نعم رزق أو خاطب. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وياك لا يا شيخ معليش. نعم. أنا أول ما تابعتك ومشيت على رؤية التعطيل وشفتك أنت وولدك عبد الله، مع إني ما كنت شايفه قبل ولا أعرف شكله، بس في الحلم كنت عارفان إنه هذا عبد الله ابن الشيخ فهد القرني، وكان أنت كأنك مخترع حاجة وفرحان فيها، وإنه عبد الله هو بيعلن لك عليه أو يتحدث لك عليه، وأنت تناظر عبد الله يحفظه لك بفخر. وانتهت هذه الرؤية فيك، كنت حابة إني تسمع إن شاء الله تكون طيب أنا بقولها لكم هذه بشارة خير، وأسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يتمم ذلك على خير.
ربما عبد الله الآن يحاول أنه ينهج نهجي، وخاصة في باب التفسير، يعرض علي الآن رؤى تجيه، وهو الحمد لله رب العالمين أصبح يعني نوعا ما يستطيع يفك كثير رموز ويتواصل معي شبه يومي، وربما يخدمني في هذا المجال، والله أعلى وأعلم. الله يفتح بصيرتك وبصيرته يا شيخ. بس هي ترى الاختراع عليك، انت مخترع اختراع وهو بيتكلم عن الاختراع، وانت تناظره انه هو لسانه فصيح على يمكن. ايوه، هذا اللي كان سبب فخرك له، وانك تناظره بفخر. ما شاء الله. تبارك الله عليك. يا رب الله يصلح لنا ولكم يا حي قيوم الذرية. امين يا رب العالمين. استودعك الله.